السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ وربنا يكبر بخاطركم. النهاردة اخر الجمعة اللي هي جبر الخواطر على الله. نصلي على النبي كتير ونذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. النهاردة بقى جينا لكم فيديو جديد، حاجة كده في منتهى اللذاذة والروعة. مش هتكملي اي حاجة في المطبخ وهتخلصيها. معانا الاجنحة شوينها، حاجة كده في منتهى الروعة. هتشوفي الفيديو بتاعي شويته ازاي. سهله جدا، طريقه سهله جدا وبسيطه. معانا شويه مكرونه، عملنا مكرونه، ومعانا رز بسمتي بالرزايه البلدي. حاجه كده في منتهى الروعه، وشويه سلطه جنبيهم اهو. ما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا احلى متابعين في الدنيا. ما تنسوش بقى الاشتراك مع مطبخ بيتي، كل جديد مع مطبخ بيتي مع رودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه واخباركم ايه؟ ان شاء الله يكون تمام. النهارده بقى جبنا لكم فيديو جديد، جايبين اجنحة. وعارفين الاجنحة بكام النهارده؟ ب80 جنيه. الاجنحة اللي ملهاش اي لازمة ب80 جنيه. نصلي على النبي كتير ونذكر الله لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. متنسوش تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس عشان يوصلكم كل جديد. هنعملها ازاي بقى؟ هنشويها، بس مش هنشويها على الجريل ولا هنشويها على هنحطها على البوتاجاز شوية، وبعد كده هنحطها بقى في الفرن. دي بقى احلى تشويه هتعملوها في حياتكم. والتتبيله حاجه بسيطه جدا: قوطه وفلفل وبصل، بصلتين وفلفل، هنبشرهم عليهم وهنحط البهارات بتاعتنا. تابعوني وما تنسوش بقى تدعموني وتعملوا لايك وشير وتفعلوا لي الجرس. بشرت البصلتين، هنحط فيهم 7 بهارات وملح وفلفل اسود، بس هو ده اللي هنحط فيه. هتاكلوا والله احلى اجنحه كلتوها في حياتكم. وهبشر بقى اللي هسيبهم بقى ايه يتعملوا مع بعض كده، ينزلوا الميه بتاعه البصل، وبعد كده نبشر القوطه. جبنا بقى معاكم الهياكل اهي. هنحط بقى البصل اللي احنا بشرناه وسبناه بقلب الفلفل الاسود وال7 بهارات الطماطم اهي. احلى طريقه واسهل طريقه هتعمليها على طول في ثانيه، ولا خلاط ولا اي حاجه خالص. هنقلب كل المكونات دي كلها ببعضيها واوريكم شكلها في النهايه عامله ازاي، وهنسيبها شويه يبقى ايه تشرب من التتبيله. اسيبها بقى في التتبيله شويه ساعه، وبعد كده ايه نشغل عليها النار. اهي بصوا شكلها جميل جدا وروعه. انا اعملي شويه جنبي شويه بطاط، رز ابيض، اللهم صل على النبي، شويه مكرونه، اي حاجه مستحبه. انا صراحه جبت ربع كيلو مكرونه وربع رز. هعمل الرز الاصفر اللي هو زي البسمتي كده، بس بالرزايه البيضاء البلدي. متنسوش بقى اللايك وتفعلوا لي الجرس. حطيناها يا جماعه على النار اهي. هنسيبها بقى على النار، احنا سيبناها شويه ساعه بالتتبيله. هنعمل بقى الرز معاكم، الرز اللي هو ايه الاصفر، بس ايه, البلدي، الرزايه البلدي. بصوا بقى يا جماعه، خرطت البصلايه وحطيت حته سمنه او زبده. انا صراحه بطلت اجيب اللي هي السمنه السايبه ديت، بجيب الزبده كريستال وشويه زيت. هنسيبها تعمل مع بعضيها. وكان عندي حته يعني واحده كبده، هقطعها عليها واحطها عليها. ماشي. نعمل بقى الرز بقى النكهه حلوه. بصوا بقى يا جماعه، بدات تحمر اهي. خلاص كده هننزل بقى ايه الكبده بتاعتنا اهو كده. خلاص الحمد لله. هنحط بقى الكبده وارجع لكم. هنقلب بقى الكبده بتاعتنا، وهنحط بقى ايه ملح وفلفل اسود وهنحط ماجي وكاري وكركم. ورجعنا لكم بقى تاني. حطينا ايه الميه، هنسيبها بقى تغلي غلوه حلوه. غلوه حلوه يعني ايه؟ تغلي غلوه بيهم بالتوابل والبهارات دي. هنشوف بقى الاجنحه بتاعتنا وارجع لكم. بصوا بقى يا جماعه، الاجنحه خلاص اتشمعت معانا. هنحطها ندخلها بقى الفرن. بصوا بقى يا جماعه، غليت معايا اهي. هنفضي الرز يكون احنا غاسلينه حلو. حطينا بقى شويه ميه صغيرين اللي احنا محتاجينهم، بس كده لونه حلو وهيبقى جميل. حطيت بس سنه ملح مع الاتنين الماجي بس اهو. وهنسيبه بقى على النار عاليه لغايه لما يستوي. جينا بقى هنحمر المكرونه. حطينا حته سمنه على شويه زيت هندوبهم ونحط المكرونه. بصوا بقى يا جماعه، بدات تحمر معانا اهي اهو.
هنضيفها بشويه ميه، لو في شوربه ماشي، بس لو في شوربه. حطينا بقى ايه، طشيناها، حطينا ملح وشويه ملح، سنه ملح مع قلبين الناجي وشويه فلفل اسود، ونسيبها بقى على النار وندوق بقى الحقيقه بتاعها ونسيبها على النار.